2-3 مش رجوله، اتفضلوا. هو ده عواد اللي صد البيلي من وسام. حسين الشحات راعي ثوره الفراخ في الشرق الاوسط، هدفه هبوط سعر الكتكوت. الاهلي جاب فاولات، عمل مرتدات، راح بانفرادات، اما جابش حاجه، والزمالك كان الحمد لله كويس. سلام عليكم، وحشتوني. طبعا مش هفكرك كل مره ان انا مدلعك وبنزلك الفيديوهات بعدها بيوم زي ما وعدتك، بس عادي اقول لك اعمل لي لايك وشير وتعليق واشتراك، واقول لك استنى فيديو ريال وبرشلونه ان شاء الله هنزله برضك بعدها بيوم. الف مبروك لجمهور الاهلي ويلا بينا. بدا ماتش الاهلي والزمالك بسؤال مهم، هي الاجوال بتيجي ازاي؟ بس الفرقتين جابوا جوال قبل كده، فاللي شفناه في الماتش ده اكيد نجاسه. واعتمد كولر على كل حاجه، بس اما يبقى هجومك فيه طاهر كرواسونه وحسين ابو سره لازم ما تسجلش. اما المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز فده كان عنده تكتيك متنوع، لو اتضغط عليك العب طوليه، ولو استحوذت العب طوليه، ومن غير سبب العب طوليه. الصح حلوه والرجاله بتجري وربنا كان. المهم الشوط الاول الاهلي جاب فاولات، عمل مرتدات، راح بانفرادات، اما جابش حاجه، والزمالك كان الحمد لله كويس. وعشان ما حصلش حاجه تليق بان انا احكيها لك لان انت مقامك اهداف، قررت ادي لك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر نضاره ابو المهازل. مش دي هم اللي كسبوا الماتش ده. يا راجل يا معفن كلم الحاج، يا نيتن كلم الحاج، يا تقف يا كلم الحاج، يا تقول ده مرمطك. احنا ضد الظلم وفي ظهرك يا عبد الواحد. انا المصري العادي، الله يخرب بيت الاقرع. سجان افتح الزنزانة، اخواتنا بقى وحشانة. مصر الأم ومصر الأخ ومصر السند. مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصة. حبيب بابا، حبيب بابا اللي كانت مظلمة الدنيا. 2-3 مش رجوله، اتفضلوا. هو ده عواد اللي صد البيلي من وسام. هو اليسون باور وكان في فيفا. ما اجمل ان تضحي بمجدك الذاتي في سبيل عدم اظهار ضعف الاقربين. حط الاقربين في ايه؟ هي منجسه معانا كده ليه؟ عندك اسامه ابو علي بيعرف يشوط الحاجات دي كويس، عندك امام عاشور بيعرف يشوط الحاجات دي كويس. كفايه بقى وين كفايه بالله في ايه؟ وحياه ابوك كفايه، انا خايف تيجي في حاجه كبيره ما نعرفش اللي كفايه. احنا نازلين ساعه مع طرزان، عواد اتشعلق في العارضه ومش راضي ينزل يا عم. محمد رمضان شريط اسبوسيت بسرعه، انفراد كمان وهنجلط. القائم اللي يسيب 2 يحكوها فيه ما يلزمنيش. طرطر على الكلام. الحمد لله على السلامه، دي تاني احسن لحظه بعيشها بعد رابع احسن لحظه، وهي سندوتش طرب من عند مشويات ابو سيد اللي في الشرابيه. ليه؟ لان دي اللحظه اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي صافع الشيبي، نجم مدينه السلام وحجوزات الخماس الشعبيه، النينجا اللي ما بيشحنش مهاراته الا على حمدي النقاز باين، حسين الشحات. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر والفيوم وقطاع الغذاء العالمي. حسين الشحات راعي ثوره الفراخ في الشرق الاوسط، هدفه هبوط سعر الكتكوت. فلو بصينا على ميلاد حسين الشحات سنجد ولد في يونيو عام 1992. 1992 هو العام الذي انشئت به شركه جاكوا فرينجس البرازيليه التي تعد من اكبر شركات انتاج الفراخ في العالم. البرازيل والفراخ، الفراخ البرازيلي التي تعد مصر والامارات من اكبر مستهلكينها. الامارات التي لعب لها حسين الشحات في نادي العين الاماراتي، اللي اتأمرت زمان على الكوكو بالرز، مبسوط دلوقتي وانت منابك جناح وزلموك. خد الفيوميه، لعب حسين الشحات مع نادي مصر المقصه 81 مباراه. مصر المقصه التي مقرها الفيوم التي تشتهر بالبط والكتاكيت. الفراخ ورقم 81 هو سعر كيلو الفراخ البيضاء الان. الفراخ البيضاء بيض وفراخ. الامارات في عام 2018 تصادر 10325 بيضه وفرخ مجمده. الامارات 2018 هو نفس العام الذي انتقل به حسين الشحات للعين الاماراتي برضه. بيضه ايه اللي ب7 جنيه واخده البالون دور؟ طب خد النهيه، انتقل حسين الشحات للاهلي في عام 2019 وهو نفس العام الذي حدثت به طفره علميه في قطاع الدواجن، ويرتدي حسين الشحات الرقم 14 مع الاهلي. 14 خطا فادح للمربيين المبتدئين في الدواجن، تدمر دوره الفراخ، احذر الوقوع فيهم. وبشبك الخيوط ايزين حسين الشحات راعي ثوره الفراخ في الشرق الاوسط، هدفه هبوط سعر الكتكوت. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. سلام. الحمد لله على السلامه. لا احكولك دلوقتي واللي حصل في الشوط الثاني، هات اللايك وتعال. الشوط الثاني الاهلي سلم ونزل مكانه الزمالك تقريبا، عمل مرتدات، رفع ركنيات، لعب طوليات، اما جابش حاجه برضه. خلص الماتش تعادل، دخلوا بلينات الاهلي كسب. عشان كده خد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر دور الطاوله اللي صلاح صاحبي هربان منه بقاله 3 شهور، كان 15 و6 21 0. سيبقى قريبا من المياه
لكن النورس قاطع الطريق لن يدعه يمر. ما تضحكناش بقى يا استاذ طاهر، الكرة اللي بتنزل في الحفرة دي بتاعت الجولف، انا بتاعت الشبكة عادي. لعيب مزاج لما يبقى رايق بتاع ناصر كوستا بيبقى حاجه تانية. هجيبها اطمنه اهي 1-0 ليا في وسام. اللهم انصرنا، اللهم قوي من عزيمتنا، اللهم دمر الفريق الاسود ذو القلب الاسود تدميرا. يا جدعان ما حد يشوف الفطاطر اللي هربان من فيصل ونازل معانا في التشكيله ده، الاسطوره اللي ياما فرحنا بحركاته ولقطاته واهدافه، وفي الفرح معاه وفي الشده معاه، ربنا ما يحرمنا منك. المنظر ده ما شاء الله. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، والف مبروك تاني للجمهور الاهلي. والزمالك لعب حلو بس ما كانش له نصيب. المهم للختام، الكره ممتعه وجميله والمكسب حلو يفرح، ولو خسرت طبعا تزعل، بس عايز يكون اهتمامك الاول، وده الشيء الطبيعي واللي بقوله لك على طول، يكون لاخواتك واحداثهم والدعاء ليهم. وبس كده انا خلصت. سلام.